زيزو ده بتاع الكبده ده ولا غير زيزو كان يأثر ولا يعلم. كابتن لا كل التقدير واحترام للكابتن زيزو يا سياده المستشار والنبي. ثانيه واحده بس عشان فاهم الناس حاجه معينه. لا كل راجل كل تقدير واحترام. اتفضل. اسمع بس انا شايف ايه يا زيزو عظيم لدرجه واد اسمه حقود جاسر النهارده كاتب على الموقع بتاعه عيل مشطوب يا ولدي عظيم يا اللي خدت حق مصر. مصر مين؟ هو راجل بيقول لي ربنا يهديك اقول له يلا يا ابني كذا هقول اجي اضربك بالجزمه دلوقتي. يعني دلوقتي لما اقول لك يا استاذ خالد ربنا يهديك يا استاذ خالد هذه دعوه ولا شتيمه؟ على فكره الكابتن زيزو شخصيه محترمه. يعني انا مش محترم مش محترم لنفسي. لا بس انت عملت حضره السيد وزير الشباب والرياضه. تمام. حتى لو انا عايز اهينه بقى خلي بالك ما اقدرش لان كاني بهين الراجل القاعد المحترم خلي بالك. انما الفيلم اللي معمول يا بطل هو قال ايه؟ ده انا قلت له اخوك حرامي شوقي عبد الشافي نصب وسرق فلوس السعوديين وانت واخوك كلمتني وانا اللي طلعت اخوك. خلي بالك يبقى الفيلم اللي معمول الوهمي ده اللي يا بطل يا اللي اتصديت ادي واحد. طب معلش يا سياده المستشار فلا الاخ اللي قال لي ربنا يهديك هو اللي اثر فيا ولا مليون عيل زيه هيأثر. لا 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 سياده المستشار والنبي هو راجل محترم يا سياده المستشار كل التقدير واحترام ليه وليك. لو انت راجل في غير حضره الوزير اطلع في اي برنامج. طيب. وانا هحكي لك. طيب سياده المستشار اسالك سؤال قانوني. انا هحكي لك اخدك. طيب عامل لي بطل يا سياده المستشار اللي بيعمل بطل هم المواقع الاهلاويه والزملكاويه هم اللي بيولعوا الدنيا. بس انا عايز ارجع لك تاني. طلع النهارده انت في جردان من الجرايد انا البطل اتصديت فين يا ولد؟ اتصديت في ايه؟ ده انا عشان احترمت الوزير المحترم لان راجل قاعد محترم مش معقول هديك يا سياده المستشار بيتهموا اخوك الحرامي ادعي لامك يا سياده المستشار كل اتهام للراجل لو سمحت. ثانيه واحده يا خالد قول لامك تدعي لاخوك اللي سرق. يا سياده بلاش الام يا سياده المستشار والنبي واخوك شوقي بلاش سياده المستشار الام لو سمحت. كفايه قرفنا. طيب سياده المستشار اهدى بس اهدى وعايز اسالك سؤال. مين زيزو ده بتاع الكابتن؟ اهدى يا سياده المستشار لو سمحت. انت ولا حاجه يا سياده المستشار كل التقدير والاحترام للراجل. رئيسك في مكتب وزير الداخليه. طيب يا سياده المستشار اهدى بس عايز اسالك سؤال. انت بتتكلم على اللوايح انت بتتكلم لا يا سياده المستشار اقفل الموضوع. اقفل الموضوع يا سياده المستشار اهدى. اخوك اللي سرق السعوديين يا سياده المستشار اهدى اخويا مسجون يا سياده. طب وطوا يا جماعه وطوا يا سياده المستشار اهدى لو سمحت لو سمحت. عشان وزير محترم قاعد وهبت الوزير وفي حضره الوزير عامل لي هاشتاج زيزو وميزو وقرف. يا سياده المستشار اسمعني نتكلم بس في المهم دلوقتي لو سمحت. يا سياده المستشار لو سمحت اهدى بس اهدى بس اهدى مكتوب انا اصل زيزو انت مش عايز تهدى يا سياده المستشار. يا سياده المستشار اقفل الموضوع ده لو سمحت. يا خالد ثانيه واحده اديني فرصه يا اخي. اعتذر الزملكاويه ان انا رجعت لهم بيتهم ان انا رجعت لهم كرامتهم اللي كانت للاسف الشديد مهانه من سنين طويله ان انا رجعت لهم الدرع اللي كان غايب بالبلطجه خلاص. وبقول ثاني اقسم بالله لو ثبت على الارض لا اقعد مع محمود طاهر صوت بعيد محمود طاهر واسال يا محمد رابع محمود طاهر عشان تقابلني تساله يا سياده المستشار صوتك بعيد. طب اقفلوا وكلموا سياده المستشار تاني.